اللي عمله ديانج ده عظيم عظيم عظيم. رغم ان النادي الاهلي متقدم ب2 وخلاص المباراه بتنتهي وبنتكلم ان احنا في الدقيقه 93، ولكن اليو ديانج عمل تاكلينج عظيم، قطع هجمه يعني كانت خطيره جدا لصالح نادي الزمالك. الفرصه دي لو عدت كان احتمال الزمالك يسجل منها هدف، وديانج نزل على الارض وقطع الكوره. عايزك تتخيل معايا ان ديانج قطع الكوره في الدقيقه 93 و10 ثواني. ديانج بص الكوره واستمر ان هو ضرب سبرنت وكمل وراح المنطقه، رغم ان النادي الاهلي كان عامل زياده عدديه كبيره وكان ديانج يقدر ان هو يقف في مكانه وما يكملش ضغط، خصوصا ان هو نتكلم في الدقيقه 93 وان هو عامل مجهود بدني كبير جدا. ولكن ديانج فضل قطع الملعب وفضل يجري لحد ما وصل لمنطقه جزاء نادي الزمالك، والكره وصلت لطاهر محمد طاهر. بعد كام 12 ثانيه بس الاهلي عمل التحول من الدفاع للهجوم. هنا طاهر محمد طاهر لو عمل الباص بس بسيطه جدا كان اليو ديانج انفراد وسجل هدف ثالث للنادي الاهلي، ولكن طاهر محمد طاهر اختار ان هو يلعب فردي وان هو يبص لنفسه عشان يسجل هو الهدف، فاتقطعت من طاهر محمد طاهر. ولكن عايزك تتخيل معايا ان المشوار ده كله عمله اليو ديانج في 12 ثانيه فقط، ونزل على الارض وقطع الكره وقام وضرب سبرنت، وكان ممكن بنفسه يسجل هدف لو طاهر محمد طاهر كان متعاون شويه ولعب الباص اللي هو المفروض كان يلعبه بنسبه 90%. فطاهر محمد طاهر حرمنا من لقطه تاريخيه، لاعب قطع الكره وراح سجلها في 12 ثانيه تقريبا. كل اللي انا بقوله لك ده، والراجل ده احنا لسه بنفكر نجدد له ولا لا.